مشاهدينا بنفس قوي نستقبل ضيوف برنامج صباح الشروق المتميز كما قلت بتميز كل محطاته وفقراته وخدماته. اخترنا موضوع الحديث اليوم عن الأنصار مناصرين للكثير من الأندية والكثير من الفرق الرياضية اللي لازم يكون عندهم روح رياضية تطغى وتتغلب داخل الملعب باش نتفاداو كل الاخطاء ربما وكل الاصابات. العنف في الملاعب تعاني منه كل دول العالم وليس فقط الجزائر، لكن ربما الجزائر ذات نصيب وحيز اكبر من خلال كل الاصابات اللي تعرض لها العديد من اللاعبين داخل الملاعب وحتى الانصار بحد ذاتهم. معروف على أنه فريق الحراش ومولودية الجزائر ربما فيه بعض المنافسات الرياضية، مناوشات أيضا بين الأنصار، لكن احنا قدرنا أن نجمع بين مناصري فريق الحراش ومناصري مولودية الجزائر من خلال هذا البلاطو الخاص. نرحب بكل من محمد لمين بالقاسم مناصر لفريق الحراش، مرحبا بك. الله يسلمك. نورتنا بحضورك. الله يحفظك. ايضا حبيب في الشيت مناصر لمولوديه الجزائر، حاضر بكل تميز وبكل قوه اليوم. مرحبا بك اخويا. الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك. شبابنا ما شاء الله عليهم كي يكونوا داخل الملعب تكون عندهم طاقه وقوه 16 فولت، صح؟ لكن شباب الجزائري ما شاء الله عليه واعي، يخلقوا جو من الفن، جو من اللوحات الفنية اللي يمتعوا من خلالها كل الأشخاص اللي يشاهدوا المباراة، ويستمتع من خلالها حتى اللاعبين ويتحصلوا على قوة. نبداو بفريق الحراش، وش هو الخصوصية تاع مناصري فريق الحراش؟ أنا كأولا أتكلم عن تجربتي الشخصية كمناصر في اتحاد الحراش، ولا يمكنني في أي حال من الأحوال أن أتكلم باسم أنصار الحراش، يعني لكي نكون واضحين منذ اتحاد الحراش، أنصار اتحاد الحراش، يعني ما نقدرش نتكلم باسم كل الأنصار، لأنه هذو أنصار يختلفوا، كل واحد وعقليته، كل واحد طريقته لرؤية الأمور. صح. أنا نحكي على تجربتي الشخصية. بالنسبة لي أنصار اتحاد الحراش هم أنصار شغوفون بفريقهم، لأنه هذا الفريق هو يمثل المدينة، وكل مدينة عندها خصوصياتها. صح. يعني فريق اتحاد الحراش يعني لنا الانتماء، يعني صح. الحي اللي كبرنا فيه وتربينا فيه في إطار كرة القدم، يعني صح. اتحاد الحراش يمثل كل هذه الخصوصيات اللي نتمتعوا بها احنا كأبناء لهذه المدينة وأحيائها الشعبية. وحراش ما شاء الله عليها معروفة بالحرارة اللي عند شبابها، النفس القوي اللي عند شبابها، عندهم إرادة، عندهم عزيمة وقوة. صح. النظارات ما نديرهمش في الصاد. لا نديرهم على ما نديرهم. نعم. نشوف شكون ما نديرهمش. حبيبي. بالنسبة لك حبيب، علاقتك مع مولودية الجزائر ومع أنصار مولودية الجزائر وقتاش بدات؟ بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وتحية لكل المشاهدين. علاقتي مع فريق مولودية الجزائر اللي هو فريق القلب بدات منذ 1998، منذ البطولة التي حصلنا عليها ضد شبيبة القبائل. في ذاك الوقت كنت صغير جدا. كنت في حي باب الواد اكزاكتومون كليمات فرنسا. عندي الجده تاعي تما، كنت نروح في زياره هكذا، في زياره عائليه نريا عندها، كنت نشوف اجواء كيفاش، واد حومه كامل كدايا وفرحانين بقبل لا فينال ورايحين لوهران وكذا. بدا الحب تاعي والانتماء لفريق مولودية الجزائر، ولا زال لحد الان. شحال من لقاء ربما حضرته فريق مولودية الجزائر وناصرته داخل الملعب؟ حضرت الكثير من اللقاء، حضرت الكثير، حتى بالك منذ كان في عمري 15 سنه. 15 سنه حتى اليوم، عمري الان 30 سنه. يوم والان انا اب لطفلين وما زالني نحضر الملاعب، وانا على موعد ان شاء الله مع مباراة النادي الصفاقسي، اللي بالمناسبة نتمنى كل النجاح والفوز ان شاء الله لفريق مولودية الجزائر اليوم. المولودية بطولة الجزائر المحترفة موبيليس، المولودية هذا العام راهي الثانية بعد وفاق سطيف. نعم. هذا الترتيب يأثر على نفسية الأنصار؟ يأثر جدا جدا، وخاصة ظروف التي وضعتنا في هذا الترتيب. نعم. بدينا الموسم بقوة، كنا قادرين على التألق أكثر وأكثر في البطولة.
نظرا لبعض الامور التي دخلت في ظروف يعني قاهره. شويه تراجعنا شكون هو النجم في فريق مولودية الجزائر اللي تحبه حبيب واللي يحبوه الانصار؟ ربما ما نكذبش عليك صراحه انصار نادي الشعب، ونهضر على انصار نادي الشعب يعني مولودية الجزائر مهووسين بفريقهم. ما عندناش نجم كما يقولوا اوحد ولا النجم رقم واحد، اللاعب رقم 12 اللي هو شعب الشناوه. هذا هو النجم الوحيد في مولودية الجزائر. ونفس الشيء بالنسبه لاتحاد الحراش محمد الامين؟ في اتحاد الحراش صراحه احنا يعني السياسه المنتهجه من الاداره، يعني اداره نديروها بين قوسين لانه عندنا مشاكل كبيره مع الاداره. يعني منذ سنوات الانصار عندهم مشاكل مع الاداره. نعم عندنا مشاكل كبيره مع الاداره، وهذا الامر هذا نحطه بين قوسين لانه من بين العوامل التي تؤدي الى العنف في الملاعب وتاثر على الفريق الفريق اتحاد الحراش هو فريق عريق. يعني لما نشوفوا عراقة وتاريخ النادي هذا من المفروض أنه كل موسم يدي لقب، لكن بما أن الإدارة التي تتمسك بزمام الأمور في الفريق، يعني احنا ما يجوز لناش أننا نقولوا كلمات اللي خارجة عن النطاق، لكن إدارة لا تليق بفريق بحجم اتحاد الحراش. ورأي كل رأي أغلبية الأنصار. يعني لما نقول لك الكل نحن لا نستطيع أن نجزم، لكن نقول لك ربما حوالي 80% أو أكثر من أنصار اتحاد الحراش هم ضد الإدارة حاليا. شحال عشت من مباراة مع اتحاد الحراش؟ بلا حساب. وناصرتها داخل الملعب؟ ما نقدرش لا تعد ولا تحصى. طيب لو كان نقول لك أهم محطة ربما عشتها مع اتحاد الحراش كمناصر لفريق وعشت الأجواء تاع المناصرة فيها. يعني اجمل ذكرى اللي ما تنساهاش، اجمل ذكرى هي التتويج بلقب بطوله سنه 1998 ضد اتحاد العاصمه. كنت حاضر لا ما كنتش في الملعب، كنت صغير. لا خليني اني نتحدث على حضورك الملعب. نصف النهائي في الفريق، نصف نهائي كاس الجزائر ضد وفاق سطيف بملعب الحراش. بملعب محمد. كانت اجواء رائعه، مباراه في القمه، لعبنا ضد فريق وفاق سطيف، يعني اعطينا لهم درس في كره القدم. أسوأ ذكرى؟ أسوأ ذكرى يعني خلينا يعني ما نحكيوش فقط عن النتيجة. لا مش نحكي لك عن النتيجة. هي مع المولودية. لا هي مباراة ضد وداد تلمسان، فريقنا كان يلعب على البطولة. يعني رئيس النادي او مسؤولين النادي باعوا المباراه هذه لوداد تلمسان امام مرأى الجماهير، وتسبت في عنف كبير وفي احداث يعني مؤسفه هكذا تسبت فيها الاداره يعني. وكان عنف اثناء المباراه؟ لا ما كانش اثناء المباراه، لما الانصار تفطنوا انه نتيجه المباراه مرتبه لصالح وداد تلمسان باش ما ينزلش. نعم يعني صارت احداث مؤسفه. حبيب حدثنا عن الاحداث اللي عشتها داخل الملعب. نعم كانت مفرحة، وين كان فيه تفاعل الأنصار مع الفريق، وكان فيه ألوان وأعلام وغيره بدون مشاكل. نعم الحمد لله. أنا كما يقولوا في المسيرة تاعي في مناصرة فريق مولودية الجزائر شهدت العديد من الفرحات والعديد من التتويجات، والحمد لله. نبدأ من 2006 لنهائي كأس الجزائر ضد الغريم اتحاد العاصمه، وين تفوقنا عليهم وتكرر نفس الشيء في 2007. والله عشنا ايام يعني خياليه نشوف لها في 2006 مده طويله ما دينا حتى لقب. واسوأ ذكرى ربما اللي عاشها الانصار داخل الملعب؟ أسوأ ذكرى ربما نهائي كأس الجزائر 2013 ولا 2014 2013 ضد الغريم اتحاد العاصمة. وشهد اللقاء هذاك مهزلة تحكيمية بامتياز، خلوها على ربي وخلاص. كيفاش يكون شعوركم وانتم داخلين للملعب باش تحضروا مباراة؟ نفس الشعور وانتم تنتظروا في لقاء خلال شاشة التلفزيون؟ لا أبدا. يختلف جدا. مستحيل يختلف جدا، لأنه تعرف الظروف تاعنا احنا في الملاعب الجزائرية، يعني حطوها بين قوسين ظروف صعبة جدا. المناصر باش يدخل للملعب خليني أقول لك يعني وكأنه داخل معسكر تماما. هي الكلمة اللائقة يعني. محتشم. بالك
واش من نوع التحضيرات اللي تحضر نفسك من خلالها؟ حضر نفسك نفسية بدنية. حضر نفسك انك تدي الضرب الحاجه الاولى. حضر نفسك انه تستنى اي حاجه تصرى في الملعب، لان بالمناسبة نوجه تحية لكل أعوان الأمن، أعوان الشرطة، سلك الدرك الوطني، الحماية المدنية اللي يرافقوا شبابنا خلال كل اللقاءات ونتمناو منهم الرياضية. يعني نتمناو منهم يعني حتى هذا هما النداء، يتعرضوا لعنف. هذا نعم أكيد نعم أكيد نعم أكيد. اشهد بهذا، ونوجهوا نداء للسلطات الامنيه باش يعاودوا النظر او ايجاد استراتيجيه جديده لاحتواء الملاعب وتامين الانصار بطريقه مثلى وطريقه شويه يعني تحفظ كرامه المناصر. باسكو يا اخي والله من ذاك حتى نجوزوا على ظروف اقل ما يقال عنها. لكن ما نلوموهمش ثاني. أكيد. المعادلة أكيد. احنا لما نتكلموا أكيد. على العنف عكسية أيضا. لا اكيد نتكلموا على اكيد العنف. نحن ناس كما يقولوا احنا مناصرين، احنا رياضيين، نحبوا نشوفوا الرياضه، ونحبوا كما يقولوا كي ندخلوا للستاد نكونوا مؤمنين على انفسنا وعلى ممتلكاتنا وعلى كل شيء، احنا ماذا بنا. ولكن يا حبذا باسكو رانا نشوفوا يا اخي، رانا نشوفوا في اوروبا ما شاء الله ستاد يفرغ في 5 دقائق، ستاد يتعمر في 5 دقائق، سبحان الله. القهوه بالحومه معمره، ستاد مازال فارغ، حسن تنظيم. ستاد مازال فارغ، احنا حسن لما التنظيم. نتكلموا على العنف علاش نقصدوا مصالح الامن؟ لانه مصالح الامن هما يعني نعطيك مثال، هذا المناصر اللي يجيب معه سكين ويروح به للملعب اليس هو من اسباب العنف؟ نعم نعم. يعني لما نتكلموا على العنف ولما قلنا يعني تستعد انك تدي الضرب في الملاعب، ماناش نقصدوا من طرف مصالح الامن فقط، ربما هناك بعض التجاوزات التي تحفظ وهي شاذه ولا يقاس عليها، يعني احنا أكيد. لا يمكننا ان نتهم مصالح الامن، هذا اكيد. صح. لكن لما نتكلم عن العنف وعلى الضرب يعني ممكن يجيك من مصالح الامن، ممكن يجيك من مناصر في حد ذاته، ممكن يجيك من اي انسان في محيط الملعب يعني غير مؤمن تماما. يعني حتى انت لما تكون خاطئ كاع الملعب ماكش رايح للملعب، جايز برك على الملعب تشوف الاجواء هذيك يعني، وهي في الاساس كره القدم لازم تعزز بكاميرات مراقبة. نعم وسكانر، جهاز سكانر، صح. جهاز سكانر لما باش يراقبوا صح. نحن كما يقولوا ملعب بقيمه 5 جويليه مثلا ما فيه جهاز سكانر. لماذا مازال الشرطي، ما من شرطي كما يقولوا لا يحليله الله يحسن عونه، مازال يقلبك هكذايا ويقلبك هكذا ونحي هذه ونحي هذه ونحي هذه، وتكون لابس بالك عفسه تكون مريض ولا ما باش نحيها بزاف. ليس هذا هو اسباب العنف، لان اسباب العنف كلنا نعلم انها عديده ومتشعبه جدا. تحكيم نبدا لا اكثر من التحكيم، امين، اكثر من التحكيم. مستوى رؤساء الفرق اللي هم يترأسوا الفرق بصراحه الا من رحم ربي، او ان لم نقل شبه الكل ليس لهم مستوى. والدليل على هذا نشوفوا الا ما عندهاش بزاف غير يا ما تبرك المكتب الجمعيه العامه للرابطه الوطنيه، والله مهزله بكل المقاييس. لو نجمع انصار من المقاهي وندوهم ثم نديروا لهم اجتماع والله يكونوا ارفع مستوى منهم. زائد لازم تروح المنبر الجماهير مع زميلنا خالد سامحني باش تعبر وتخرج سامحني. المشكل تاع العنف حتى رؤساء الفرق من خلال تسريحاتهم والله يا اخي ما نكذبش عليك، راني معمر جاتني لوكازيون هذه، باسكو احنا ناس، انا هذا خويا من الحراش عندي عامين ولا من اللي نعرفه وكي تكون مقابله ضد الحراش مع المولوديه والتهابيه ما نكذبش عليك. برافو. وشنو رياضيا نربحوكم تربحونا او انتم ما تقدروناش نهبلوا. عمر لا ما يكونش امر اللي يخلينا نعاودوا نتسامحوا، نتناقشوا في اطار كره القدم وفقط. اخي ما يجمع لازم يكون فيه وعي، لازم يكون فيه وعي. ربحناهم بالمناسبه، يفرقونا. هما ربحونا في مباراه الذهاب، احنا ربحناهم في مباراه العوده، يعني عاد صح. هناك شوف لما تكون حساسيه في اطار كروي ما تديش للعنف، صح. هذا امر مقبول. احنا شباب يتناقشوا بيناتهم في اطار نعطيك حاجه ممكن تفاجئك ولا حتى عجبك. الانسان هذايا تعرفت به من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك. تعرفنا صح عندها عامين 3 سنين، تعرفنا كصديق. اين التقينا اول مره؟ وين انا وناصر مولوديه الجزائر من العالم الافتراضي خرجوا الواقع. خرجنا الواقع. اين التقينا اول مره؟ هو ملعب 5 جويليه مباراه منتخب الجزائر امام السنغال.
واهديته عالم الجزائر وعالم فلسطين. نعم صح. بمناسبه اول لقاء. هذا هو الشباب الجزائري يتفق ولا يختلف. نتمنى انه يكون فيه اتفاق في كل الامور، وربي يدوم فرحنا احنا الجزائريين. وتحيه لكل شبابنا اللي يشاهد فينا، كل انصار كل الفرق والانديه الجزائريه، لانه مناصره فريق هو من اجل ان نعيش فرحه نشجعه من خلال الفريق ونعطيه له نفس قوي. يعطيكم الصحه. نفس كان اقوى بحضوركم. إن أمكن فقط نوجه تحية تفضل لكل أبناء حي الجابة اللامونطان ولكل أنصار اتحاد الحراش. اجمل واحلى سلام من بلاطو صباح شروق لكل انصار اتحاديه الحراش. ايضا مولوديه الجزائر. بمناسبه اقدم التحيه لكل انصار نادي الشعب، لكل انصار العميد عبر الوطن وخارج الوطن، وبالاخص ابني محمد عبد الجليل وابنتي الاء. ما شاء الله ربي يخليهم لي ان شاء الله. عندي طفله في عمرها 3 سنوات والطفل 3 شهور. الله يبارك يتربى في عزك ان شاء الله. وبالمناسبه نبارك له بالزواج تاعو قريب ان شاء الله. قريب ان شاء الله. ان شاء الله بيتعامر ان شاء الله. راكم معروضين كاع ان شاء الله. والانصار كاع يجيو. مرحبا. نديروا بسك شويه كبيره. نديروا بونبونيره. حبيبي نورتونا. نتمنى لكم التوفيق. تحيه لكم ولكل الانديه والفرق الجزائريه. مشاهدينا رايحين على محطه اخرى ثقافيه نشوفوا من خلال هذا الحوار مع سهيله بالشهاب اللي تحدث من خلاله عن جديدها في الساحه الفنيه. تابعوا راجعين تفضلوا.